ازاي اعمل ازاله الشعر للبكيني او الاندر ارم من غير ما يواجهني اي مشاكل بعدها، يعني ما يطلعلوش حبوب او دمامل، وكمان الشعرايه ما تطلعش خشنه عن الاول. لو انت اول مره تشوفوني، معاكم الاء جمال سكين كير اند هير سيرفيس، بكلمكم من مركز شايني لعلاج البشره والشعر. ويلا بينا نبدا مع بعض الفيديو. انا هقول لكم النهارده ايه اسباب ان الشعر بيطلع بالمنظر ده، وكمان هقول لكم على طرق العلاج. اول حاجه يا بنات لازم تعرفوها ان في انواع كتير قوي من انواع ازاله الشعر، الشيفنج، السويت او الشمع. انا من الناس بقى اللي ما بحبش الشمع خالص، خاصه في منطقه الاندر ارم او البكيني، لان هو بيعمل ترهل للجلد. وكمان طبعا في الكريمات والليزر. انا النهارده مش هتكلم عن الليزر خالص، انا بتكلم عن وسائل ازاله الشعر التقليديه. اول حاجه يا بنات لما نيجي نستخدم اي وسيله من الوسائل دي، لازم في الاول نهتم بالمناطق دي الاول. لازم اعمل سكراب مره على الاقل في الاسبوع. الاسكراب بيكون عن طريق ايه؟ عن طريق مكونات طبيعيه، او سكراب بيكون جاهز خاص بالمناطق دي علشان الحبيبات بتاعته تكون ناعمه شويه. السكراب بقى المكونات الطبيعيه، هنجيب معلقتين من السكر على نص ليمونه ومعلقه من زيت الزيتون ومعلقه من القهوه، ونبتدي نفرك في حركات دائريه. بس لو انت بشرتك حساسه بلاش تحطي نص ليمونه. ليه بقى بنعمل السكراب ده؟ دلوقتي بعد ازاله الشعر، لو انت عندك طبقات جلد ميت كتير، الشعرايه لما بتيجي تطلع بتصطدم بطبقه الجلد على طول. لما تصطدم بطبقه الجلد اللي هي الطبقه الكتيره المتراكمه فوق بعضها، بتحاول تطلع وتطلع، بتلاقي نفسها مش قادره تخترق الجلد والمسام بتاعه الشعر، بتضطر ان هي تلف كده. لما بتلف بالمنظر ده بتبدا تعمل التهابات. لو انت مش عالجتي الالتهابات بتقلب بحبوب، والحبوب بتقلب بدمامل. علشان كده لازم نعمل سكراب علشان يشيل كل طبقات الجلد الميت دي، وبناء عليه الشعرايه هتطلع في خط مستقيم على طول. مش كل الناس بيحصل لهم الالتهاب دي، بس صدقيني في مره ممكن يحصل لك الالتهاب، فالوقايه خير من العلاج. تاني حاجه بقى واهم حاجه، لازم نرطب منطقه الاندر ارم والبكيني يوميا عن طريق مرطبات فيها نسبه اليوريا. وانتوا عارفين ان اليوريا ده مش بس ترطيب، هو كمان بيكون فيه نسبه تقشير، وبكده بنكون رطبنا المنطقه وفتحناها وكمان شلنا الجلد الميت. ايه هي بقى المرطبات اللي فيها يوريا؟ دايما بقول للعملاء بتاعي مرهم كرباميد حلو جدا في نسبه يوريا 10%، ودي النسبه الكفيله ان هي ترطب وتقشر المناطق دي. طب هل في مرطب كمان؟ مرطب لينكس هو مش بس هيعمل ترطيب وتقشير، ده في ماده كمان اسمها ماده اللاكتيك اسيد. والماده اللاكتيك اسيد دي اللي بتكون موجوده في الالبان، الماده دي بتعمل على تفتيح المنطقه. حاولوا ما تلجأوش للمقشرات اللي هي زي الاكراتين والادبالين، لان المقشرات دي ما تنفعش خالص في المناطق الحساسه. جربوا الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، وان شاء الله النتيجه هتكون 100%، ومن هنا ورايح مش هيكون في حبوب ولا دمامل. لو فيديو النهارده عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان اكبر قدر من البنات يستفادوا. مع السلامه.